السلام عليكم. قبل ما نبدأ الفيديو، اللايك الجميل والاشتراك في القناة. اسمي كريم، عندي 17 سنة. عمري ما كنت بصدق في كلام الجن والعفاريت، كنت دايما أقول كل حاجة وليها تفسير. بس اللي حصل لي من 4 شهور خلاني أعيد حساباتي. كنا بننقل في شقة جديدة في مدينة هادئة، الدور الرابع، في عمارة قديمة شكلها غريب. بس ماما قالت إن الإيجار رخيص والمكان قريب من مدرستي. وأول يوم دخلنا فيه الشقة حسيت بحاجة غريبة، كأن الجو فيها مكتوم، وكأن في حد بيبص عليا من بعيد. الليلة الأولى عدت عادي لحد ما وصلت الساعة 2:17 الصبح. كنت لسه صاحي وبقلب في الموبايل لما فجأة باب الأوضة اتقفل بعنف، قفلة مش طبيعية، كأن حد زقه بقوة. قمت مفزوع، قلت يمكن الهوا، لكن الشباك مقفول ومفيش أي هوا داخل. قلت أنسى وخلاص. بس اللي حصل بعدها كان أغرب. الساعة 2:17 بالظبط تاني يوم نفس اللي حصل. الباب اتقفل فجأة من غير سبب، وكل يوم نفس الميعاد ونفس الصوت ونفس القفلة. بدأت أحس إن في حاجة مش طبيعية. قررت أجيب كاميرا صغيرة كنت مستخدمها في مشروع المدرسة وركبتها في الأوضة بتبص على الباب. رجعت شفت التسجيل تاني يوم وشفت حاجة خلت قلبي يقع في رجلي. في اللحظة اللي الباب بيقفل فيها في ظل بيمر قدام الكاميرا، شبه بني آدم طويل واقف ساكت وبعدين بيختفي فجأة. الليلة اللي بعدها الصوت اتكرر، بس المرة دي كنت سامع همسة معاه، صوت خافت بيقول رجع الصورة. قمت على طول أدور في الأوضة لحد ما لقيت في درج الدولاب صندوق خشب صغير شكله قديم جدا ومقفول بقفل صدي. فتحته بمفك ولقيت فيه صورة أبيض واسود لطفل صغير شكله مش واضح ومكتوب وراها يوسف 2013. سألت ماما عنه، وشها شاحب وقالت لي يوسف ده ابن ست كانت ساكنة قبلنا هنا. الولد مات فجأة وهي اختفت بعدها بأسبوع. فضلت ساكت، بس في قلبي كنت حاسس إن اللي بيحصل مش صدفة. رجعت أشوف تسجيل الكاميرا، وفي اللحظة اللي ظهرت فيها الصورة قدامي على المكتب الباب اتقفل تاني، بس المرة دي اتقفل بالراحة، وصوت في ودني قال أنت فتحت له الباب. من يوم ما لقيت الصورة وكل حاجة اتغيرت. بدأت أحس إني مش لوحدي، رغم إن باب الأوضة مقفول كان في نفس بيتنفس معايا. وفي ليلة صحيت على صوت حاجة بتخبط في الدولاب. قمت على طول فتحت الباب بالعافية، لقيت الصورة وقعت من مكانها واتكسرت الإزازة اللي كنت حاططها فيها. بس الغريب إن الصورة نفسها اتغيرت، وش يوسف بقى أوضح، بس كان مبتسم ابتسامة واسعة مش طبيعية، كأنها مرسومة بالغصب، وعيونه سودة كلها من غير بياض. والأول مرة خبط حد على باب الأوضة من بره. فتحت بحذر، مفيش حد. بصيت تحت لقيت ظرف بني صغير ومكتوب عليه بخط ايد مرتعش رجعني قبل ما يفوت الأوان. في اللحظة دي بدأت أحس إن في لغز كبير بس مش عارف أوصله. قررت أنزل أسأل البواب، راجل عجوز اسمه عم شوقي. قلت له هو كان في ولد صغير اسمه يوسف هنا؟ وشه قلب وسكت لحظة وقال بلاش تفتح في الدفاتر القديمة يا ابني، الشقة دي ملعونة والولد ده ممطوش طبيعي. لما ضغطت عليه شوية قال لي إن الولد مات في نفس الأوضة اللي أنا نايم فيها، وكان دايما يقفل الباب على نفسه الساعة 2:17 الصبح، وكل ما أهله يحاولوا يفتحوا يلاقوا الباب متبرشم من جوه. وفي يوم فتحوا الباب لقوه متعلق في السقف بحبل، والصورة اللي لقيتها كانت آخر حاجة صورها لي أبوه قبل ما يصاب بالجنون. رجعت الشقة وأنا قلبي بيخبط، لكن كنت حاسس إني لازم أعرف النهاية. دخلت الأوضة لقيت الكاميرا وقعت على الأرض والعدسة مكسورة لكنها كانت مسجلة. شغلت آخر تسجيل وقلبي بيتنفض. شفت نفسي نايم وفي حد واقف جنبي طويل جدا، راسه مقلوبة، وكان بيمد إيده ناحية الصورة، ولما قرب يلمسها فصلت. وفي اللحظة دي اتفتح باب الأوضة بهدوء، بس المرة دي ما اتقفلش. الباب مفتوح قدامي لأول مرة، بس ما قدرتش أتحرك. كنت واقف مصدوم، قلبي بيخبط في ضلوعي والجو حواليا بقى أبرد من التلاجة. وفجأة سمعت خطوات تقيلة جاية من الصالة. حاولت أنادي على ماما، صوتي مطلعش. دخلت الكائن الغريب، نفس الظل اللي شفته في الكاميرا لكن المرة دي كان واضح. جسم بني آدم لكن مقلوب، راسه تحت ورجليه فوق كأنه بيتدلى من السقف. وشه زي الطفل اللي في الصورة بس متشوه
وعينيه سودة بالكامل. قرب مني ببطء وأنا مش قادر أتحرك كأني مشلول. قال بصوت خافت: اتأخرت، الصورة لازم ترجع مكاني. قلت له: ممكن أعرف أنت مين؟ رد وهو بيقرب أكتر: أنا يوسف، بس مش زي زمان. قلت بخوف: طب أنت عاوز إيه مني؟ رد والجو كله بارد أكتر: أنا عالق هنا بين صورتين، بين زمنين. أنت اللي فتحت البوابة وأنت اللي لازم تقفلها. سألته: إزاي؟ قال: ارجعني لمكاني في الدولاب واقفل الباب وما تفتحوش تاني. مهما سمعت، مهما شفت، ما تفتحوش. ومع آخر كلمة مد إيده وحطها على راسي. شفت كل حاجة حصلت له: لحظة موته، الحبل، الصراخ، والدته وهي بتعيط، الكراهية اللي كانت في قلبه بعد ما أهله حبسوا عليه الباب وسابوه لوحده. رجعت لنفسي وأنا بصرخ واترميت على الأرض. جمعت نفسي بالعافية، شلت الصورة ورجعتها في الصندوق وقفلته بمسامير. دخلت الدولاب ودفنته في أبعد مكان جواه، وقفلت الدولاب بالمفتاح. وقفت قدام باب الأوضة والساعة كانت 2:17. مرت ثواني وبدأت أحس بالبرد. 2:17. الباب اتحرك لوحده، لكن المرة دي ما اتقفلش. سحبت نفس عميق وطلعت المفتاح وقفلته بإيدي، وركضت على الحيطة وكتبت بخط كبير: ما تفتحوش الباب ده أبدا. ومن يومها ما بقاش فيه صوت، مفيش حاجة بتتحرك، الباب ما بيفتحش، الصورة ما ظهرتش تاني. بس لحد النهاردة كل يوم الساعة 2:17 بسمع صوت خافت من ورا الباب بيقول: لسه مخلصناش.